السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهاردة هنعمل احلى بسبوسة بطريقة سهلة جدا، مقاديرنا مظبوطة زي ما انتم شايفين. تطلع معانا متماسكة ومرملة وطرية في منتهى الجمال. شايفين؟ حلوة جدا يا جماعة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة في طبق هنحط معلقتين من عسل الكلوكوز أو معلقتين من الشربات التقيل اللي هو بتاع البقلاوة، وهيكون معانا كمان حوالي كوباية من السكر، وهيكون معانا حوالي كوباية من الحليب. في طبق تاني بقى حطينا نص كيلو دقيق السميد بسبوسة، مش متضاف عليه حاجة خالص، وبس يناب كوباية الا ربع من السمنة، يستحسن كمان سمنة بلدي. خلطنا بقى ضيفي على النار اللي هو كوباية الحليب، كوباية السكر، معلقتين من عسل الكلوكوز. يكون دافي يا جماعة، ما يكونش ساخن خالص، عشان لو ساخن هيبوظ معاكي البسبوسة. فرننا ساخن على درجة حرارة 200، السلك في الرف اللي في النص. مجرد ما تاخد كده من الحروف تحمر يعني، نبتدي نولع عليها الشواية. في الوقت ده اول ما نزلنا بالمواد السائله يا جماعه، مهم جدا جدا ان احنا بالاطراف يا دوبك نلم الخليط بتاعنا، ما نعجنش ابدا في البسبوسه عشان ما تنشفش وتبوظ وتفشل معاكي. معانا صينيه مقاس 30 او 28، دهنينها طبعا بقطعه سمنه حلوه كده. هننزل بالخليط زي ما انتم شايفين، ده قوام الخليط بتاعنا. بنديها هبدتين كده على الرخامه او في الارض، وبعد كده بندخلها الفرن. ممكن تحط على الوش مكسرات، وممكن تسيبيها زي ما سيبناها المره دي ساده خالص، تاخد معانا حوالي نص ساعه في الفرن، تطلع معانا ولا احلى بسبوسه. على طول نقابلها بقى بالشربات الساخن، عباره عن كوبايه ونص سكر، حوالي كوبايتين من الميه، ياخدوا غلوه يا دوبك على النار حوالي دقيقه، ونحطها وتشرب معانا الشربات، وبتبقى معانا يا جماعه تحفه. حلوه جدا، سهله وسريعه. شايفين؟ طريه ومبسبسه وحلوه قوي. لو وصلت معانا لحد كده وحاسه انك استفدت من الفيديو، لايك وشير للفيديو. وصفتنا النهارده سهله وخفيفه وسريعه، تقدري تجربيها بمنتهى السهوله. تقدري الصينيه دي يا جماعه تحطها زي ما هتشوفوا في اطباق، وتحتفظي بيها في الفريزر. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على خير. السلام عليكم، مع السلامه.